لو انحصر الأمر في 3 أو 4 قنوات من ذوي القربى لهان الأمر، ولهان أمر تتبع كل ما يذاع عن سوريا وعلى سوريا لتحليله وتفنيده. ولكن الأيام توضح أن هناك إجماعا على التحريف وإخفاء أجزاء مفصلية من الحقيقة، لكننا اعتدنا على ذلك. فبعد فبركة قناة العربية بحالة الطقس وتحويلها إلى شفرات ورموز، جاء دور قناة الجزيرة الرياضية. لم تكن إلا خريطة تحرك لمهربي السلاح القادمين من خارج الدولة. فهنا نشاهد المرحلة الأولى من تحميل السلاح من لبنان، ليعبر بعدها مدينة حمص، ومن ثم تسليمها إلى إرهابي آخر من منطقة أبو كمال، وبعدها يقطع مسافة طويلة نحو الشمال. ونرى كيف يحذرونهم أيضا بأنهم سيواجهون بعض العراقيل والعقبات وصولا إلى دير الزور، حتى يتم تحريرها عبر حافلة للمنطقة الأخيرة الواقعة في الميادن، لكي يتم تزويد الإرهابيين في السلاح في تلك المناطق. تزعم قناة ABC الأمريكية بأنها أجرت لقاء مع السيد الرئيس بشار الأسد، ولكن الحقيقة لها قول